رضا عبد العال يثير الجدل بتصريحات خطيرة جدا بعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز. شاهد بالفيديو ماذا قال. ولكن في البداية صل على سيدنا محمد ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى نعرف كم عدد محبين وعشاق النادي الأهلي. رضا عبد العال لاعب الأهلي والزمالك السابق يدلي بتصريحات مثيرة جدا عقب انتهاء مباراة الأهلي وطلائع الجيش. من ضمن تصريحات رضا عبد العال إنه قال أنا مش عارف الأهلوية فرحانين على إيه. النهاردة الأهلي كان بيلاعب فرقة فاضية، يعني بدل ما كان يكسب 4 كان ممكن يكسب 10. أمال لما تقابلوا فريق جامد هتعملوا إيه؟ دايما كده جمهور النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي مش بيشوفوا نفسهم غير على الفرق الضعيفة. وعبد الحميد بسيون النهاردة داخل المباراة ومش عامل أي تكتيك ولا عامل أي طريقة للعب، كله بيلعب على كله، ما فيش أي خطة يقابل بيها النادي الأهلي. عبد الحميد بسيون النهاردة ما قفلش وفتح دفاعاته وكان مدي الأهلي الماتش والثلاث نقط على طبق من ذهب. وطالع بعد الماتش عبد الحميد بسيوني بيتكلم بأريحية ولا كأنه خسر ولا كأن في حاجة. ده لو أنا كنت مكانه كنت زماني عملت ماتش كبير على النادي الأهلي، خاصة إن هو معاه لعيبة كبيرة، بس للأسف كان حاططهم كلهم على الدكة عشان يساعد الأهلي إن هو يخطف الثلاث نقط ويقرب من بيراميدز وياخد الدوري كمان. ليه لأ؟ رضا عبد العال كمان اتكلم عن طاهر محمد طاهر وقال إن هو لعيب عالة على الفرقة ولا يستحق إن هو يكون رجل المباراة. واتكلم على محمد الشناوي وعن تصرفه مع حكم المباراة بعد احتساب ركلة جزاء لطلائع الجيش، وقال ان اتحاد الكرة لازم يتخذ قرار ضد محمد الشناوي، لان الحركة دي لو كان لعيب تاني في فرقة تانية عملها كان ممكن يتوقف على الاقل 8 ماتشات. رضا عبد العال قال استنوا المفاجآت، لسه المفاجآت ما حصلتش، ولسه النادي الاهلي هيقع، ولسه النادي الاهلي هيخسر بنقط طول الدوري، ولسه الاهلي ما قابلش فريق جامد لحد دلوقتي.